بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما شرحنا لحضرتك النوكلاين في حلقات سابقة، وكنا بنشرح لحضرتك البطوط التسعة وبنشرح لحضرتك ال 13 المربع وال10 وال11 المدورين. النهارده جايبين لك طقم جديد خالص، طقم جديد نوكلاين عبارة عن 14 قطعة. 14 قطعة، ايوه 14 قطعة. عندنا الطقم بتاعنا مختلف عن باقي الاطقم. في بعض الناس بتقول لنا عايزين الغطا البايركس، عايزين الغطا البايركس. قلنا لها مفيش ادنى مشكله وهنوفر لك بفضل الله الغطا البايركس. النهارده على ارض مول القدس متوفر ال 14 البطوط اللي معاه مختلف بقى. يعني كنا بنتكلم الاول ان البطوط عباره عن 9 قطع، لا احنا النهارده معانا البطوط 14 قطعه. ومش 14 قطعه مش مقتصر على الحله والغطا البايركس بس، لا ده معاه زي ما حضرتك شايفه كده، معاه الجريل ومع الطاجن بتاعه. طبعا هنقول لحضرتك انا هقول لك واحده واحده. الغطا ده يا جماعه او الطقم ده فيه ميزه. ايه الميزه؟ النهارده هو جايب لك الغطا الجرانيت الطبيعي بتاعه زائد الغطا البايركس. يعني انت معاكي غطاين، معاكي الغطا البايركس تغطي بيه الحله بتاعتك عادي خالص، ولو اتزنقتي في الاكل او في المطبخ بتاعك وعايزه جريل تعملي فيه اكل، معاكي الجريل اهوت. ده اللي هو اصلا الغطا بتاع الحله الكبيره. طيب معانا الغطا اهو بتاع الحله الصغيره، تستخدميه جريل صغير. طب انا هغطي الطقم بتاعي ازاي واستعمله ازاي؟ خلي بالك الميزه اللي هي الاثنين في واحد اللي انا بقول لك عليها، ان انت بتقدري تستعملي الغطا ده كمقلايه لوحده. وتاني حاجه ان انت حضرتك بتحطيه كده بالشكل ده لو انت عايزه تسوي حاجه على البخار وتغطيه بغطا البايركس. يعني الحله بتبقى معاكي بالشكل ده، ليها غطاين وفي نفس الوقت لها استخدامين. الغطا الاولاني اللي هو البايركس ده، ثم الغطا اللي هو بيستعمل معاكي غطا وبيستعمل معاكي طاجن او تسويه على البخار زي ما حضرتك شايفه كده بالشكل ده وبالطريقه دي. كده اصبح الطقم بتاعك الحله بقت عباره عن 3 قطع: غطا بايركس، غطا جرانيت، ويستخدم كمقلايه في بعض الاوقات، زائد الحله بتاعتك. النوكلاين يا جماعه عارفين ان ضمانه 3 سنين، وعارفين ان خدمه ما بعد البيع بتاعته ممتازه جدا جدا. واخد 7 طبقات من الجرانيت، واخد طبقه تيتانيوم تحميه من الخربشه وبتحميه من الصرف. ده طقم النوكلاين بتاعك ال 14 اللي معظم الناس سالتنا عليه. النهارده معانا الجريل اهو، ده الجريل العادي خالص اللي حتى في التكوين التسعه، ده نفس الجريل بتاع التكوين التسعه يا جماعه. ومعانا الطاجن ده بقى اللي بيختلف. يعني كان معانا بطوط في منه بيبقى فيه طاجن، وفي منه بيبقى فيه قلايه، وفي منه فيه جريل. النهارده معانا الطاجن والجريل والباقي القطع اللي انا قلت لحضرتك عليها في طقم واحد، البطوط اللي هو ال 14. يعني كده بفضل الله مطبخك مش ناقصه حاجه. تعالي بسرعه واجري والحقي في مول القدس، الحقي طقم ال 14 البطوط واتصلي بينا على الرقم ده، وهنوفر لك ونوصل لك الطقم لحد بيتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.